السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم تامر الصبري مفسر الأحلام على قناة علم الإمام المهدي. حلقة اليوم بتاريخ 31/8/2023. حلقة اليوم إن شاء الله هنتكلم على مجموعة رؤى جات لي على الواتس على الخاص. الرؤى كلها جديدة والفيديو إن شاء الله يكون قصير. أول رؤية صاحبها بيقول: مساء الخير أخي تامر، رأيت البارحة صباحا رؤيا عديدة أو رؤى شاف حاجات. بيقول: شفت أقمار في السماء ما بين 12 إلى 15 قمر، ودول ممهدين للإمام المهدي. بيقول: ثم رأيت شابا في عمر 16 إلى 18 في حالة يرثى لها، يرتدي رداء يغطي راسه ويظلل على وجهه، أي لا ترى ملامح وجهه، يعني حاطط حاجة مش شايف وجهه، ومليء بحشرات صغيرة ملتصقة بردائه، ويقف بأوجاج كأنه يحمل على عاتقه الجبال. يخاطبني فقال لي: هذه الأقمار كلها خرجت مني، اللي هم الممهدين، وباقي على ظهر قمر واحد وارتاح. طبعا القمر الواحد ده ممكن يشير إلى شهر. طب والحشرات اللي على وجهه بترمز إلى حسد، حشرات بترمز إلى حسد، كده الإمام المهدي محسود. في رؤية صاحبها بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سوف أنشر لكم رؤيا التي وعدتكم في ملحوظة. دي الأخ محمد مجاهد من على الفيسبوك. رؤيا نصرة أصحاب رسول الله رضي الله عنهما عن الصحابين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. كانت هذه الرؤيا في الشهر الماضي في يوليو. بيقول: رأيت بروحي إني أنظر بداخل بيت، كنت أرى رجلين، علمت في الرؤيا إنهم أبو بكر وعمر. طبعا سيدنا بكر بيرمز إلى الصدق وعمر بيرمز إلى العدل رضي الله عنهما. كنت أراهم من الخلف يدخلون إلى غرفة داخل البيت، وعلمت أن بداخل الغرفة أعداء سوف يقاتلوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وعندما دخلوا سمعت صوت امرأة يخبرني عنهما رضي الله عنهما، وكان هذا الصوت للمرأة يقول لي أن أبو بكر وعمر يقاتلان الأعداء بسهولة وبراعة كبيرة جدا، خصوصا عمر رضي الله عنه لأنه قوي جدا. ثم علمت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تغلبوا على جميع الأعداء بكل سهولة. انتهى. ملحوظة بإذن الله، عندما أجد الوقت سوف أنشر لكم رؤيا حول رسولان اثنين يلبسان يشبه لباس جنود الروم، ممكن لهم علاقة برؤيا نصرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأيام ديت في ناس كتير بتحارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤى بتكشفه. في رؤيا صاحبها بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي تامر، لدي رؤيا أريد تفسيرها جزاكم الله كل خير. رأيت أنني في مقهى أمريكي وطلبت قهوة باردة، ثم دخلت امرأة أمريكية فتحدثت معها عن المهدي وسميته بالمسيح، ثم قلت لها أن المسيحيين سيعرفون فعهد الإنجيل الحقيقي والتوراة الحقيقية سيعرفها اليهود، غير أن المسلمين عندهم قرآن لكن لا يطبقونه. بعدها وجدت أن القهوة أعطت لي في قنينة للمشروبات الغازية. طبعا القهوة في المنام بترمز إلى علم، ومشروبات غازية اللي انت ربنا هيفتح عليك بعلم روحي يخص الإمام المهدي. الرؤية كانت بتاريخ 29/8/2023. في رؤية طويلة شوية صاحبها بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤية بعد صلاة الفجر، صليت وبدأت أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نمت، فرأيت الإمام المهدي عليه السلام يجلس في مشفى أو مستشفى عسكري في الساحة الخارجية له، وهي مشفى لا أعرفها في الواقع. ورأيت عناصر من الضباط يتحركون في المكان في وضع انتظار أو استعداد. من رأيتهم كنت أتكلم في نفسي بأن عدد هؤلاء الضباط 19 ضابط، طبعا رقم 19 هنا. بيقول: كنت أجلس على كرسي مقابل للإمام المهدي، كان يجلس وفي يده مسبحة لونها بني. طبعا المسبحة البني جات لنا في رؤى كتير. قال لي: هل تسبحين أو تسبحين مثل هذه؟ فأجبت بأني أستخدم خاتم إلكتروني اللي هي المسبحة للتسبيح. فقال: هذه مصنوعة من شجرة الزيتون. شجرة الزيتون بترمز إلى علوم أهل البيت. فجأة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الضابط فيما بينهم بصوت أسمعه: أنا إن رئيس الأطباء جاء. كنت مذهولة لأنني كنت أعلم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يعلمون بهذا.
تقدم منا المهدي فرأيت إصبع السبابة للمهدي بها جرح كبير فتنة، وكان يخفيها، وانتبهت أن الجرح فيه ولكن الألم في أنا، بحيث أنني أشعر بالألم وكأنه أصبعي الذي يؤلمني. رأيت النبي يضع له شاش أبيض على الجرح، وش أخضر من أنبوب علاجي معه، ثم شعرت أنا بتوقف الألم، فرأيت النبي بيوقف المهدي ويسنده، قال له قف، فإذا ظهرت الثلاث عمائم اسجد للحق. كنت في حالة من الذهول، كيف لا يعرفون أن هذا رسول الله وهل يعلمه المهدي؟ فرأيت النبي يتقدم نحوي ويقول خذ يا شمس، طبعا شمس العصير، تضغين أو تضعين له هذا العلاج 3 مرات بعد زوال بيت من بيوت العنكبوت، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. طبعا بتتكلم على 3 دول. فرأيت المهدي وهو واقف يشير لي على بيت عنكبوت في أعلى هذا المشفى، ولكن كان بيت العنكبوت هذا على شكل علم أمريكا، 3 دول من أمريكا. كان يسقط من إحدى أطرافه ومعلق من الأطراف الأخرى. ورأيت الضباط المتواجدون يحضرون مثل مضخات النار، وبدأ يحرقون بيت العنكبوت، وصحوت والله يشهد على ذلك. آخر رؤية معايا على الفيديو صاحبها بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت شاب في الثلاثينيات يحاول إقناعنا بشيء ما لا أذكر ما هو، لا أدري ما هو بالضبط، فقال هل إن بينت لكم الأمر تؤمنوا؟ فقلنا نعم، ما عدا واحد قال لا أؤمن. فقال له إذن سأقتلك أنت وكل من يجرأ أن يقول لا وفي أي مكان في الأرض. فقال لنا اتبعوني، فدخلنا باب قصر عظيم لم أرى مثله في حياتي، ففتح كف يده اليمنى إلى السماء ونادى بصوت عالي جبريل، فنزل رجل ضخم جدا كالبرق وادعا ركبته على الأرض ويده مطوية نحو عنقه، وكأنه سيأخذ الأمر من المهدي لينفذه، وفي يده الأخرى عصا عظيمة. طبعا العصا العظيمة ترمز إلى رئيس دولة. فرفع كفه مرة أخرى ونادى ميكائيل، فنزل كذلك بنفس الطريقة، ثم نادى باسم آخر لا أذكره، فنزل بنفس الطريقة، فرفع كفه ونادى جنود الله، فنزل الآلاف وأحاطوا به بشكل دائري، فذهب نحو جبريل وقال لنا هذا أخي، وكان بينهم علاقة وطيدة. كان الأمر مرعب، فبدأنا ننظر لبعضنا البعض، فقال لنا أنتم من تحتاجونني ولست أنا من يحتاجكم. فاستيقظت على منبه أذان الفجر. دي الرؤية كانت بعنوان الفيديو المهدي لا يحتاج إلى أحد. طبعا ناس كتير قال لك إزاي هنعرف المهدي وإزاي هنوصل للمهدي. فطبعا كل الرؤى وكل النبوءات بتقول إحنا اللي هنبحث على المهدي. من كتر الأحداث اللي هتحصل لينا هنضطر ندور على العلاج بتاعنا. ودي برضك ممكن تكون تفسير للرؤية بتاعة المستشفى اللي كان فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كده انتهيت من حلقة اليوم. أي أخ أو أخت عنده رؤية تخص الإمام المهدي أو علوم آخر الزمان يبعتها لنا على الواتس، ورقم الواتس أمام حضراتكم. إذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنسونيش بإعجاب وتعليق، مشاركة الفيديوهات على السوشيال ميديا وعلى الواتس وعلى التليجرام. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.